الفرق ما بين الكرة المصرية والكرة الأوروبية. مبدئيا كده خليني اعرفك، الصوره دي فيها اوديجارد وفالفيردي واشرف حكيمي ومعاهم انزو زيدان. اوديجارد حاليا لاعب في ارسنال وقيمته التسويقيه 95 مليون يورو، اما فالفيردي لاعب ريال مدريد قيمته التسويقيه 100 مليون يورو. اشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان وقيمته التسويقيه 65 مليون يورو. انزو زيدان غير مقيد باي نادي وقيمته التسويقيه 200 الف يورو. وبرغم ان انزو زيدان ابن لاعب كبير ومدرب كبير وكان بيدرب ريال مدريد وكان لاعب سابق لريال مدريد وهو زين الدين زيدان، الا ان ده ما شفعلهوش لا عند ريال مدريد ولا عند اي فريق تاني. هو ما فيش حد كده جه وقال لك لاجل ان هو ابن زيدان هاته يلعب عندنا وكمان هنلعبه اساسي، لان ببساطه كده يا ابو الصحاب الكوره ما ينفعش يبقى فيها واسطه. وده يمكن يكون سبب من الاسباب الرئيسيه اللي مخليانا نحب الكوره بتاعت اوروبا واللي مخليانا نشوف الكواليتي اللي احنا بنشوفها دي. ده غير طبعا التاسيس اللي بيحصل للعيبه. ارمي بقى كل الكلام ده ورا ظهرك وتعالى ناخد العكس بتاعه تماما. عندنا عشان تكون لاعب كوره في نادي، اي نادي يعني نادي كبير نادي صغير ان شاء الله نادي درجه تانية، فانت لازم يبقى معاك واسطه. معاكش واسطه فانت لازم يكون معاك فلوس وتدفع فلوس عشان تخش تلعب في النادي. ما بتعرفش تلعب مش مشكله، تلعب معكزات يا عم بقول لك مش مشكله، يا تدفع يا تكون ابن واحد حبيبنا وما تقلقش الباقي ده احنا هنظبطه. وخلينا استشهد لك بتصريح مدرب سابق لمنتخب مصر وهو كارلوس كيروش لما جه وقال لك دي لعيبه كبيره ما ينفعش اجيبهم واعلمهم الاساسيات بتاعه الكوره. ده غير كمان تصريح اللاعب كان محمد سمير او احمد سمير مع ابراهيم فايق لما قال لك ان في لعيبه في الدوري المصري ما بتعرفش تباصي، ودي حاجه احنا شايفينها بعينينا يا كابتن ما تقولش. ده غير اللعيبه اللي ما عندهاش بدني بربع جنيه، ده غير اللعيبه اللي لا تصلح للعب كرة القدم من اساسه، ومهازل كتير بنشوفها في الدوري المصري والكواليتي بتاع اللعيبه اقل من الصفر بحبه حلوين كمان. ويمكن تكون انت وانت بتتفرج دلوقتي افتكرت ان انت اتظلمت او تعرف حد اتظلم كان رايح في اختبارات واتظلم لانه ما كانش اللي معاه واسطه ولا معاه فلوس. فلو انت اتظلمت او تعرف حد اتظلم اكتب لنا القصه بتاعته او القصه بتاعتك انت في الكومنتات. وايوه صح، عشان انا نسيت اقول لك يعني ان الوساطه والفلوس اللي بتدفع دي سبب من الاسباب المهمه جدا اللي مخليانا نشوف كواليتي زي اللي احنا بنشوفها للعيبه دي، وفي الاخر نيجي ندور على كواليتي نقول مفيش كواليتي عندنا. ما هو هتجيب كواليتي منين يا باشا وانت ظالم ناس كتيره جدا؟ ده غير بقى المجاملات اللي بتحصل من مدربين الناشئين والبراعم واللي اصلا بيبقى اغلبيتهم ما عندهمش فكره ازاي ناسس الطفل في الكوره. فيا ريت تكون عرفت الفرق فين، ويا ريت تكون عرفت الدنيا بتمشي ازاي هنا او هنا.